بخصوص الأخ محمد المسمري. طبعا محمد أنا أشكره، يعني صدق المواقف هي حسينة، المواقف هي حسينة. ليش؟ لأنه هو يعني أحبه الكثير وأنا منهم، ولا هذا الحين صدق معنا محمد هو صاحبي وأخي، ولو اختلفنا كم اختلفنا، بلأن احنا بنختلف في الوطن. بيجي الوطن قضية أكبر، بنجي في زاوية واحدة ما نسقش الزاوية للوطن، نختلف فيها وبعدها بنرجع نبصر الوطن أكبر من هذا كله. طبعا الأخ محمد أتحسس من موضوع، يعني قالوا لي طبعا ما سمعت الحق هالمقطع، اللي خليت واحد يرسل لي الخلاصة الذي طرحها يكتبها لي كتابة، فقالوا انه تحسس من كلمة ان انا قلت سمسار، طبعا على ياسر العواضي. الاخ محمد يشهد الله بالزهم من اخوك من محمد علي العماد ذاك الخباني ذي جاركم يا سيدي وعيني، بالزهم مني والله ما اديت ولا ايش اقول لك ولا 1% ولا اقل من ما على ياسر. يعني هذاك احترمته عندما اديت لك تلك الكلمة، خلصتها بهذه الكلمة، مع انه ما كنت المفروض تزعل. انت داري اولا لو سألت نفسك انه قبل 2011 من كان علي عبد الله يحتضن ومن كانوا حق المجلس، اديلي ان غير السماسرة كانوا يخزنوا عنده، هذا ردي لك. بس يعني غيرهم كلهم حاضنا عنده، شوية مطبلين بقين، لا صاحب، لا هم اصحاب قرار، لا هم اصحاب ولا علهم دخل، ولا هم دخل في الدولة، بس اصحاب حمادة واصحاب طارق واصحاب عمار واصحاب يحيى الذي يمزقوا لهم للمستقبل والتاريخ، وكلهم كانوا مع التمديد، كلهم كانوا مع وضعية دولة عفاش، كلهم كانوا مع النمط حق عفاش. هات لي الياسر او غير ياسر انه قالوا يكفي لا هنا ولا شيء، الكل تسمسر لعفاش، والله ما حد قال بعيدة. هذه فيما يخص الذي حول عفاش، ما بالك في القضايا الذي كانوا يديروها والذي كانت تخل بأسس المجتمع ويتبنوها، من قضايا عنصرية، من قضايا مناطقية، من قضايا لا أخلاقية. والله لو ندخل بالتفاصيل إني كارثة، ولكن ما تدخل في التفاصيل من أجل لا يجير إنه الآن ياسر العواضي معاشي وإن أنا ما طرحت إلا معاشي، كل شيء في وقته على قولة أصحاب خبان حشين، تمام. ولهذا إنه أخي محمد إنه يركز إنه القضية اليوم المفروض كانت كلك أكبر، وموضوع احنا ما نشيش تحريض، انا ما انا مع تحريض انه الاقتتال وما اقتتال، كان لا انا كان مع انه مثلا نقول له الكل وقفوا حشد، الكل يا عواضي خف على روحك، هذه دولة، وهلا حتى نقول يا مشرفين اذا به مشرفين اخطأوا تعال مش نقول دولة المشرفين، على اساس ايش يا سيدي وعيني؟ من حكمونا من بعد ثورة 26 سبتمبر كل واحد جاي يتولانا اداه مشرف من حقه، وعلي عبد الله آخرهم. من حكمنا بمشرفيهم. اليوم الإصلاح من بيحكمنا؟ عبد ربه من بيحكمنا؟ أقصد أنه إحنا لو عدشتي لما أوصلنا عند أنصار الله عاد تبرر لهم مقارنة بالثانيين، ولو إحنا ضد أي واحد يخرج خارج نطاق الدولة، ولكن ولو حتى جينا قلنا نقول والله إن كانوا المشرفين حق عفاش هذه مسؤولين الدولة موجودين، وحق الإصلاح وحق عبد ربه، الحوثي احترم الدولة ونظام الدولة، صار في الله هناك رقابة واحدة من أجل لا يخلوا في جهاز الدولة، وبيشتغلوا مساعد الأمن والجيش. طبعا اللجان الثورية خرجت مؤسسات المدنية، بعكس الأنظمة الثانية كان علي عبد الله صالح طارق علي مقصع بين المشايخ، وضيق بين المؤسسات الدولة، وضيق بين الجيش، وضيق بين الأمن، كل واحد حشرهم ومشرفين. لا يقول لي شو كان مسؤول، لا أحمد علي حراس صح، بس ليش يعين وزير؟ ليش يعين وكيل؟ ليش بيشتري صرفيات من مال الدولة؟ ليش الذي قفز لا فوقه ولا اداله حاجة صفه؟ ليش؟ لأنه كان هو المشرف ابن الزعيم حقهم. ودي لك بعد عمار، ودي لك يحيى، ودي لك بعد الذي كان طارحهم فارضهم بأسماء مشايخ، والذي فارضهم بأسماء رجال دولة والأنساب والأهل والأصدقاء، وقبلهم كان عبد الله بن حسين معاه مشرفين، وقبلهم كانوا الناصريين معاه مشرفين، وقبلهم كان الاشتراكي معاه مشرفين. اللهم كل واحد بيجي واحد بس مشرف رفيق، ما كان برفيق مشرف واحد الرفيق، واحد الأمين العام، واحد. الخلاصة ان هذا في اليمن للأسف لأن ما ابتنش دولة من بعد ثورة 26 سبتمبر، كل واحد بيجي بحاشيته ويفرض. ولهذا لا تلوم واحد تقول له مشرف وهو المشرف حقه عسكري وبيواجه
والخطأ بيتصلح عبر ما طرحه بالتحكيم القبلي أو بالنظام القانون. أما أننا أجي أحرض مرة على التحشيد، مرة أتحرض على المشرفين، مرة دولة المشرفين. يا أخي لو قد نحن أفعال دولة الشرعية الذي باعوا البحر، باعوا الجبال، وباعوا الأرض، باعوا العرض، باعوا كل شيء. عد معايا مشرفين ذي نضحك عليهم وعاد فيهم شرف وكرامة. أما حقك هذولا لا قد الدولة بتمثلها بهذولا، فعيب عيب عيب نمثلهم إنهم يقربوا لرجال الدولة. ولا هو صح إن واحد يتحاكى عليهم بدفاع ولا بنبرر ولا شيء إن هذول رجال دولة حق شرعية هذه وما إلى ذلك، بعد الذي سلموا البلاد للمحتل. ولهذا إنه لا نكونش نحرض الناس باسم إن إحنا خلاص احنا جبهة صمود كلنا صامدين ولا لا، نحاول نلين. إذا بيشير يقول يا عواضي أن جيزة المشايخ ذي في البيضاء، وانتم يا مشايخ الذي اديتوا الصوت الجديد وانتم مشايخ من مشايخ البيضاء، وتعالوا. والقضية ما هي قضية ذا الحين بيضاء وقضية محافظة ولا شيء، والناس أخوة والدولة فوق الجميع، وتعالوا نصلح بالنظام القانون. ليش خلي خطابك أكبر مثل ذي؟ أنا أجي مثلا ما أجي مثلا حصل شيء فيه ما أجيش أصيح يا خبرة اظلم أخاك ناصرا أو انصر أخاك ناصرا أو مظلومة. لا أتشدد يفعل أقول يعني أحبه وذي صح وذي ونوصل رسالة ذي وذي يتفكفك الأمور. مش أجي أحرض لي على مكون وأفلت الثاني. ليش؟ لأنه من بلادي. لا، بلادي اليمن يشهد الله كل اليمن، ومن أخطأ بين أتحمله كشخص. ولا يمكن أن تجي يوم من الأيام تستدعي أننا ما بين أتكلم على شيء من الناس على ما طرح مثلا نحن رمز عبد الملك الحوثي هذا، أنه أنت ما بتتحاكى ما تتحاكى عليه. إحنا لا تحاكوش على ياسر العواضي. عز الله فرق بين السماء وبين الأرض. مش كشخص أقول لك كمواقف وطنية. مش شخص انتقد من مشتك يا محمد يبزلك القائمة انتقدها، بس ادي لي المواقف الوطنية وادي لي المواقف الوطنية وادي لي هذا ايش الذي فعل وهذا ايش الذي فعل، وادي لي خطابة كل واحد واقع بالميدان. وما أنا تكون في نفس الوقت ما بش واحد مقدس في الدنيا. أنا أخطأت فلان أخطأ سين أخطأ، ما تجي أقول لا تتحاكش حقي تتحاكى حقك. يا أخي أنت أخطأت تحمل المسؤولية يا محمد العماد. ما هو ضروري أقول فلان هو أخطأ وأنت سكت. لا أنا أخطأت أتحمل، فلان أخطأ وثاني يتحملوهم. ولهذا لا نخش نربش. إحنا لما أجي أنتقد بننتقد بشكل عام. لك الحمد. إذا قلت أنا هاشمي إخوالي قبائل وأنا ونساد بنا قبائل على هاشمي مخلوطة، ما حد قادر يطرحك في زاوية ولا أحد قادر يحصرك ويتهمك أن تبع طرف. إحنا تبع الوطن كله، وأي شيء يقع وأي خلاف يقع بحل في إطار الوطن، ولا ندخلش بالبعاسس الصغار ونحصر أنفسنا. والوطن هو أكبر من محافظتي ومن حارتي ومن قريتي. أنا ابن اليمن لا يمكن أننا أتحصر نفسي بأي محافظة لو كان أش ما كان. وعندما بننتقد كرسي، بننتقد الخلاف السياسي، بننتقد الفساد، غيره ما بننتقدش. ليش؟ لا يمكن أن أجي أحصر وأقول أصحابي خاطئين بس أنا من أصحابي بس أنتوا الثاني نوقفوا وأجي أدخل لي في مماحكات وارجع أقع محرج. يعني أنا داري محمد أكبر من يدافع على العواضي بس قد سلسلوا دحين قد بيدافع خيرة الله. الخلاصة المسامحة والله كان نفسي الذي بيعلقوا ويلعنوا يفعلوا حياة الصفحة. بس قلت يكفي اليوم المقطع هذا، والمسامحة أطلت عليكم، والدعاء وصيتكم في أمان الله.